هلبت در من أخن خزيان مخبة هم زملا بوت خزيلا هل أن لقاطة من أصلا خبي وعراق وهلبت أختيثيتم من نوخن هديم طايلة دانا قد هاوينا أرخى منا قدها خلقتا قد خازخ مودي لملوءة خلقتا ديم يوما هلبت خازخ لأرخن وخازخ همزمخ بوت خملوءة إن قم همزمخ بوت بوقاري ومديانة بآزخ خازخ للشرارة والديرخ تم خلا من أرخن خيا خيتا إن هدية قبل خلا بشينا طبعا والآن نستضيف معكم في هذه الحلقة الأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ رشيد في قناة العراقية السريانية. مرحبا أستاذ. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى الجمهور والكادر. شكرا جزيلا. مرحبا. أستاذ من قبل ما نبدي حلقتنا أو أسئلتنا لهذه الحلقة نروح تقرير، نشوف التقرير نرجع نكمل الحلقة إن شاء الله. موترانوثا أو استثمار نخراية جو عراق إلى خامندي السايا جو مقويتة إقنوميا أثرايا وسنتد مقروستي أبند إث على العراق خكما قثرة إقنومياي وشيناي إنهر شوقة عراق بطيانة لرابة بورسل الموترانوثا وقرشانة للشوتبواثا نخراية من كل بنياثة علمة كد عراق خشيويلة خامندن إقنوميا بيش قوري جو بنيثة مدن خمس عيتا من جيبت مبوع كياناية أخنوطة وشركة وآها من دي بقراشة للبلخانة جو تقبة أخبرقة وهربي عدانا إثم قروستا ومنتيتا قرتا جو عراق من جيبت بنيانة الساي أو تختاي وتقاروثا وصنوعتا ودياروثا والهدخة إذ قانونة موترانوثا نخريتا جو أثرة كتخشيويلي أو طرة قانوناية قاهدخا بلخانة وكي خاوش مباخلتا من مدعياثا القربة إسرا شني ومخاميتا تزدقد ملكانا ومبشطت مشانوية قناياثا وأخت مرن إثرابة جيبانت بقراشة لواذا موترانوثا أو استثمار جو أثرة أخنوطة وهوبا أو غاز كتقتلن جو أثرة كمايوثا قرتا مني وهدية إثرابة شوتبواثا نخرايد ببلاخي ليبقاها مندي أخ إكسون موبيل وبي بي وشيفرون تبلاخي ليقوم طورنتا اتخق لي اتنوطة وإيث أب مطورنتا تقشرة وإرخاثة ومينة وباتي طوسة من باثر برقتا دبلاشي وآها مندي بقراشي للشوتبواثا نخرايد شقلي ساما جو أني بلخاني وشق من آها اتلن أب جيبت تكنولوجيا تهادية بلاخي ليقاوي زين وأوراسكوم لمطورنتا آها قغلة أن نقايد ببراسة لا مبلختي جو أثرة يوما باثر يوما وأب سنقتل المدخوري عراق اتلغدك ما يوثا رابا قرتا من أراثة خشيخي الزرايا وآها مندي سنيقي لي بلخانة شوتبواثا نخراي دميتي ورخاثة خاثة وداراية قزرايا واتلن آب جيبت دياروثا كد عراق اتلكيانا شبيرة ودكانة اتقاية وتودي ثناية بقراشي لي الدياروثا أثينتا من الودرت أثرة إن هربي عدانا إثخك ما أسقواثا جواها بلخانة أخ أي كنواثا شيناية هل هادية ليلي شلية كلنا إيث وبيروقراطيوثا ادمرو خيلا لقبلتا دعورتا شوتبواثا نخراية جو أثرة وها من دي قرق مشخلب قام طورنتت آها قغلا ومن جيب خينا إث أب خوالات بواية لقو خكمة إن آها من دي نيخة بنيخة بصاري لي من باثر تيتا ترش وزير محمد شيع السوداني وإيث أب قطرة إقنومياية كت عراق كيساند على النوطة بش زودة من كل من دي وآها من دي ممروية للإقنومية أثرة إيمن بواية لشخلابي قو طيمة دمزابنتت نوطة إنا أبنت إث أن أسقواثة هر إث بورسي رابا قور الموترانوثا قو أثرة بعلسة شوقة قرشانة اتلن وبريشايث من جيبد مطورونة مبوع التقبة مخسخثانة أخ تقبة شمشاية تقيلة خاثة جو أثرة وموترانوثة جو تكنولوجيا وبريشايث جو AI تهدية خكمة بلاخي لقاوي شق من زروتا وقغلي خيني بخوتاما ماسخ أمرخ تشوقة عراقاية خشيويلي خابورسا قورا من رابا جيباني قابت هدخة إثرابة شوتبواثا نخراية تاية للعراق وخكمة بشي لبلاخ المطورونة ومزيودة آها منتي الإناثة تزوني ويري البت خزيان مخبى در من نوخم باثرمات غزيلا آها شرارة وهلبت بتكمل خلقت المديم ديم يوما. أستاذ رشيد، ما هي القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في العراق في الوقت الحالي؟ شكرا جنابك الكريم أستاذ جاك وتحياتي للجمهور الكريم والكادر. الكل يعرف أنه حجم الاستثمارات الآن عندنا كله متجه نحو الإنشاءات ونحو النفط، نحو البناء ونحو شركات النفط، لكن هذا لا يعني أن توقف عند هذا الحد. على الحكومة أن تشجع بقية الشركات على الاستثمار في بقية القطاعات من جملتها التعليم، الصحة،
السياحة، الخدمات، كل هذه الأمور الآن العراق بحاجة لها، لأنه البنى التحتية اللي عندنا الآن حقيقة تعاني معاناة كثيرة جدا وتسبب عرقا للمستثمر. فأيضا على الحكومة الآن أن تتوجه لإعمار البنى التحتية وتهيئة البنى التحتية للاستثمار، لجذب الاستثمار. احنا عندنا مجالات واسعة للاستثمار في مجال المواد الأولية والمعادن والخامات وكثير من الأمور، الزراعة، هل أثرت الصناعة. الأوضاع الأمنية والسياسية في الآونة الأخيرة، يعني خصوصا ما بعد 2003 يعني، نعم. وما بعد 2014 دخول داعش الإرهابي إلى العراق وإلى آخره، هل هذه الأوضاع وهذه التحديات أثرت سلبا على الاستثمار في العراق؟ بالتأكيد كان تأثير سلبي كبير جدا، لأنه استقطعت أراضي كبيرة جدا من الأراضي المهمة للعراق، وخصوصا في المناطق شمال بغداد وما يتبعها إلى شمال العراق. فهذه كلها كانت تحت نفوذ داعش وغير داعش، ولم تكن الحكومة المركزية مسيطرة إلا بعد يعني أن تم القضاء على داعش. حقيقة الآن البيئة الاستثمارية هي أكثر جذبا من السابق بكل تأكيد، بسبب استقرار الأوضاع الأمنية. والكل شاهد حجم الشركات الأمريكية التي قدمت إلى العراق، حدود 60 شركة أمريكية ضم الوفد مالها 101 رجل أعمال أمريكي. وهذا حقيقة بحد ذاته أنه الجانب الأمريكي دخل الاستثمار هو يعطي انطباع إلى العالم كله، ناهيك عن الداخل، أنه العراق أصبح بيئة استثمارية جيدة جدا في مجال الاستثمار. لكن نتمنى أن تبقى هذه الحالة من الاستقرار الأمني متوفرة، والاستقرار الأمني حقيقة لا يكون إلا بوجود الاستقرار السياسي. بكل تأكيد. نعم. ما هي أهم الدول، أنت حضرتك ذكرت قبل قليل الولايات المتحدة، أهم الدول يعني عدا الولايات المتحدة التي تستثمر حاليا في العراق يعني؟ وحقيقة معروف أن الشركات الأجنبية البريطانية الأمريكية، أكو شركات استرالية أيضا، وإحنا عقدنا عدة اجتماعات. هل هنالك زيادة؟ نعم بالتأكيد زيادة مضطردة، وإحنا فاتحون حقيقة عدد من الدول لعقد اجتماعات مهمة للبحث في مجال الاستثمار وتشكيل مجالس أعمال مشتركة مع استراليا، مع بقية الدول الأخرى أيضا. والآن حقيقة فرصة ممتازة جدا هو وجود معرض بغداد دولي، المعرض الزراعي الدورة 16 المقام في أرض معرض بغداد الدولي. حقيقة يعني بالإضافة لكون أنه أنا عندي جناح بالمعرض، إلا أنه تجولت بالمعرض وشفت حقيقة عدد من الشركات الأجنبية فد يعني رغبة جادة وبالدخول إلى السوق العراقية، وهذا أيضا يعطي انطباع جيد إلى بقية الدول. وجدنا عروض من دول أخرى كثيرة للدخول إلى العراق. في العراق الآن بيئة جاذبة استثمارية ممتازة جدا يعني، لكن هنالك تحديات للمستثمر العربي والمستثمر الأجنبي. ما هي التحديات؟ احنا عندنا قانون رقم 13 سنة 2000، قانون رقم 13 سنة 2006 وتعديلاته. احنا راح نجي للقوانين بكل تأكيد. نعم. ولكن انت سبقتني. نعم. مو مشكلة. نعم. هذا حقيقة قانون جاذب ومشجع للاستثمار، واكو تعديلات ايضا عليه. وعندنا قانون الاستثمار رقم 20 سنة 98، قانون الاستثمار الصناعي، ايضا قانون ممتاز جدا يعني في امتيازات كبيرة للمستثمر. لكن التحديات استاذ جاك اللي تواجه المستثمر وتواجهنا احنا ايضا، انا كمستثمر ايضا لا كوني خبير اقتصادي، هي البيروقراطية، هي تولي عدد من المسؤولين. واتمنى انه هذا الكلام يعني يستمع للسيد رئيس الوزراء، السادة المسؤولين، تولي عدد كبير من السادة المسؤولين لمناصبهم ليسوا أهلا لها. يعني أنا بعض الأحيان ألاحظ معاملة تعرض على مدير عام يكتب حسب الضابط، تعرض على وزير حسب الضابط، تعرض على محافظ حسب الضابط. هذه حقيقة من يكتب حسب الضابط هو تهربا من المسؤولية. أتمنى على السيد الوزير أو المدير عام أو رئيس هيئة أو أي منصب كان محافظ أن لا يتداول هذه العبارة، أن يتم إجراء اللازم وفق القانون رقم هالقد، أن يتم إجراء اللازم وفق التعليمات رقم هالقد. يجب أن يكون المسؤول القانون يعني ما دام عندنا قانون نمشي بالقانون. أخي المسؤول يجهل القانون، فشي يسوي؟ يذهبها بخانة الموظف، الإجراء اللازم حسب الضوابط.
الوزير او زين، المسؤول حتى لو حسب الضوابط تمشي على القانون. لا اسمح لي، احنا هاي نواجهها يعني ونعاني منها معاناه لا اكيد كبيرة. يعني انتم من يكتب حسب الضوابط اصبحت رقبتي ورقبه المستثمر تحت يد وقلم الموظف المسؤول، وعانينا الكثير من هذا، وشواهد عندنا عمليه على هذا. الموظف بعد هو مزاجيته، هو سيطرته، هو قدرته على التاثير عليك في الرشوه، في الفساد، في امور اخرى كثيره نتعرض لها احنا، وهذا مو خافي يعني، مو جديد اللي انا اجي. للاسف الموظف اليوم يعتبر المعامله اللي تجي هي مغنم. من يجي مستثمر هو عنده دكان، اصبح هذا من حصته، فيملي ما يريد بمزاجيته وبتاثيره وباخلاقه. بينما المسؤول لو يكتب له تنجز هذه المعامله، نعم موافق، وتنجز هذه المعامله وفق القانون كذا، تعليمات كذا، يجب على الموظف ان يقولبها في القانون وفق التعليمات وينجزها. معاناه كبيره احنا نعاني. صح. اليوم أنا كنت أتابع أحد البرامج الاقتصادية على شاشة العراقية، شاشتكم الموقرة، فأحد المستثمرين العراقيين محليين عنده استثمارات في قطر وفي عمان، يقول أنا صار لي 3 سنين دا أمشي بالمعاملة ويوميا يدزوني إلى دائرة، 13 دائرة دا يدزوني، ودائرة تأخرني، ودائرة أكو أيضا يعني مثل ما نقول إجراءات فرعية. فهذا صار لي 3 سنين وأنا ما منجز المعاملة. يعني هي هاي البيروقراطية حقيقة يعني شلون حيجي المستثمر؟ يعني. احنا استاذ جاك بالقانون رقم 6 سنة 2013 مذكور انه النافذة الواحدة، لكنه للاسف لم تفعل النافذة الواحدة لحد الان. اتمنى على السيد رئيس الوزراء واتمنى على هيئة الاستثمار والدوائر المعنية ان تفعل موضوع النافذة الواحدة وأن تجنب المستثمرين. يا أخواني إحنا الآن نعاني كمستثمرين كرجال أعمال معاناة كبيرة جدا في مراجعة الدوائر. أتمنى أن يكون هنالك سقف زمني، يعني أنا يعني من أقدم المعاملة أستاذ جاك اليوم وأطلب، المفروض هنالك سقف زمني وتكون الإجابة أما سلبا أو إيجابا خلال فترة مع مثل 15 يوم. إن لم تأتيني الإجابة فيجب أن يمشي الموضوع هذا ويأخذ مرحلة أخرى. أنا ما أظل عبد إلى مزاجية الموظف والدائرة والبيروقراطية. بلدنا تأخر عن الركب العالمي بكل تأكيد. احنا حقيقة هذا نتمنى المؤشر أنه في الفترات القادمة أنه 60 شركة أمريكية جاية، 101 رجل أعمال. هذا موضوع مهم جدا، لأنه أمريكا الآن عندها تصور تام عن وضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق. ما كان يقدم هكذا وفد بهكذا مسؤوليات، يعني لو لم يكن يملك الأرضية ولم يكن كبريات الشركات الأمريكية. بكل تأكيد. ما هي المزايا اللي حضرتك ذكرتها قبل قليل؟ نعم. المزايا اللي تقدمها الهيئات الاستثمار الوطنية للمستثمر، يعني اكو مزايا يعني اكو ايجابيات، يعني حتى احنا ذكرنا السلبيات، يعني احنا السلبيات هو بكل عمل اكو سلبيات حقيقة، ونتمنى انه يعني السلبيات ليست في صلب القانون بكل تأكيد، وانهم في تطبيقاته. في صلب القانون اكو امتيازات للمستثمر، ابسط الامور تحويل عائداته، معفي من الضرائب، المواد اللي يستوردها كلها معفيه من الجمارك. هذه حقيقه امتيازات كبيره جدا ومشجعه. يعني هو هذا احد الاسباب لربما اللي شركات تركز انه تريد العراق تستثمر بالعراق. اجي والقى اكو اعفاءات ضريبيه واكو تسهيلات الي اقدم على العمل، بس لما القى عراقيل يعني هذه البيئه لا توجد في بقيه البلدان ربما، يعني حتى كثير من البلدان، يعني احنا نراجع بلدان كثيره ومؤتمرات ونشارك في مؤتمرات استثماريه وما نلاحظ هذا الشيء. يعني في كل ما يتطلب وضع الاستثمار بالخارج متوفر خلال ساعات معينه. يعني تجربه واخواننا وزملائنا في السعوديه الساعه 9 قدموا وهم يدرسون هاي الحاله، الساعه 9 قدم البرنامج مالته والفرصه الاستثماريه طلبها، ساعه واحده اخذ اجازه استثماريه كامله. يعني وهكذا في بقيه البلدان. احنا الان يعني انت قاعد اليوم هنا استاذ في ما يخص بقيه الامور والتسهيلات، انت قاعد هنا تاسس لك شركه بلندن خلال ساعه، كل تأكيد ساعتين. يعني ما هي التحديات القانونيه التي يواجهها المستثمرون؟ قد تحديات قانونيه عدا الامتيازات والايجابيات احنا ذكرناها يمكن قبل قليل. الامتيازات نطاق للمستثمر حريه التملك، التحويل الخارجي، حريه التملك طبعا، يعني يقدر يمتلك اراضي في العراق. نعم هو شلون يصير الاستثمار؟ انا اليوم لما اريد استثمر في فلان دوله، واذا ما عندي تملك
أنا خمو أشتغل ذيك الدولة، غير أني عندي أرضية ثابتة وعندي رؤى المستقبل وعندي اطمئنان للمستقبل أنه هذه الأرض ستكون ملكي وأنا أتصرف بها كمستثمر حتى أقيم المشروع. المشروع بعيد المدى حيكون هذا مشروع حقيمة يأخذ له 10 و20 و50 سنة. فمو أنا أسوي المشروع اليوم وباكر يقولوا لي اطلع، مثل ما عندنا احنا بالعراق. احنا عندنا مشروع استثماري في إحدى المحافظات والأقضية، مكان قيمة، طلبنا أن نجيب مكان جديدة وبمبلغ ضخم. حقيقة العراقي اللي واجهتنا من 2008 إلى يومك هذا عراقيل 2008 ملينا حتى ما إلي نفس أن أراجع بعد. أخي هاي البيئة الاستثمارية التطبيقات تعبانة. الموظف المسؤول يعني يغتنمك ويحاول أن يغتني من وراك للأسف. وهذا اليوم على شاشة التلفزيون أيضا كان موجود الحديث يعني. فأتمنى على الحكومة العراقية أولا أن تنبه السادة المسؤولين، وزير، محافظ، وكيل، يعني احنا احسم، لا تقول حسب الضوابط، احسم الموضوع، أما نعم أو لا. يعني احنا بكل تأكيد هذه السلبيات اللي ذكرتها حضرتك أستاذ رشيد، هذه من وهذه التحديات، يعني أنا أتمنى إذا تسمح لي هذه بس تسمح لي بلحظة، أتمنى على السيد المحافظ أو السيد الوزير الوكيل لما تيجي معاملة وما عنده معلومات أن يبعث على الموظف المسؤول ويداول وياه آنيا. أنا مرة مع إحدى الوزيرات المهمات أيضا راحت لها المعاملة فحولتها الإجراء اللازم. قلت ست مع الوزير شنو الإجراء اللازم؟ الموظف تتهمين لأنه هذا الموظف معرقل عملنا. يعني وعادة احنا تبعثين الموظف تداولين إياه وأنت تكتبين نعم أو لا، تنجز المعاملة وفق الشروط التالية أو ترفض. ما يصير يعني حسب الضوابط وما أدري الإجراء اللازم. هذه فد هوامش. ما هو تأثير الاستثمار أستاذ رشيد، الاستثمار الأجنبي خصوصا على معدلات البطالة، يعني إيجابيا على معدلات البطالة في العراق؟ هل هنالك مؤشرات جديدة؟ هل هنالك تحسن في هذا الأمر في الآونة الأخيرة؟ يعني هو حقيقة من ضمن بنود قانون الاستثمار رقم 6 سنة 2013 تعديلاته هو وجوب إشراك عدد معين من العاملين العراقيين في هذا المشروع في البقعة الجغرافية التي يعمل بها. ما يجوز يجيب عمالة أجنبية، ونعطيه الحق أن يستخدم عمالة أجنبية ماهرة وغير ماهرة، خبراء، كل شيء نعطيه، بس نفس الوقت يجب تشغيل أيدي عاملة وأن تكون خاضعة القوانين العراقية والضمان والأمور. وهذا حقيقة حيأثر على رفع المستوى. هنالك مؤشرات البطالة في يعني زيادة أو نقصان في الفترة الأخيرة؟ يعني إذا عندكم أرقام وإحصائيات معينة يعني حتى لو تقريبية، يعني جامعات كثيرة جدا، وهذه الجامعات تخرج عدد كبير جدا من أهلية وحكومية وتضخ بهم إلى سوق العمل. سوق العمل الآن ما يتحمل استثمار، ما عندنا ولا عندنا دوائر حكومية عاملة مثل ما كانت سابقا. بال80 احنا كنا يعني، وأنا بال74 موظف حكومي، كانت تعيين مركزي، خلصنا كليات وأوجب علينا التعليمات آنذاك أن نتعين. بس نفس الوقت مركزي. كان عدد سكان العراق يعني قليل جدا، مسيطر عليه نقدر نقول يعني. تسمح لي بس كانت مشاريع شغالة وعاملة، مشاريع حكومية وقطاع مختلط ومعروفة كلها. والتنمية كل سنة تطلع برنامج مخطط للمعامل اللي يحتاجها العراق. يحتاج كذا معمل للأثاث، كذا معمل للأصباغ، كذا معمل مثل يمكن الخطة تكون بحسب الخريجين وبحسب الخبراء وبحسب الدارسين. وفي كل منطقة جغرافية، هالمنطقة الجغرافية تحتاج إلى كذا معمل من فلان قطاع، كذا معمل للصحة، كذا زراعة، صناعة. كان أكو تخطيط دولة. إحنا الساجاك بعد 2003 للأسف تخطيط دولة ما عندنا، وإنما تخطيط حكومة. تخطيط الحكومة ما هو المقصود به؟ يعني يجي رئيس الوزراء مثلا على لهذه الفترة يخطط على 4 سنين. صح. زين، هو لا يلبث أن خطط وبدأ بالتنفيذ وغادر. رئيس الوزراء والوزير والمسؤول يجون بعده قد لا يتفقون على هذه الخطط، وبالتالي يعرقلون الخطط، وهذا ما حدث. الجانب يجب أن يكون يعني الوزارة اللي تجي لأي رئيس وزراء أن يستخدم خبراء، يزيدي، سابئي، مسلم، مسيحي، عربي، كردي، أي شخص يعني أجيب. ما زال هو خبير في الري، أجيبه ينظم لي موضوع الري. ما زال هو خبير في التعليم العالي، ينظم لي موضوع التعليم العالي. ما زال هو خبير في الزراعة، ينظم لي موضوع الزراعة ويضعوا لي خطة كاملة. الموظف الحكومي هو موظف تنفيذي،
عليه أن ينفذ هذه الخطط. بكل وقد تأكيد. تكون هذه الخطط أستاذ جاك، احنا سابقا كنا نعقد، يعني كنا موظفين تعقد مؤتمرات سنوية ونصف سنوية ونضع الخطط، خطط قصيرة الأجل وخطط متوسطة الأجل وبعيدة الأجل. بكل تأكيد. فيجب على الموظف التنفيذي اللي يجي كرئيس جمهورية، رئيس وزراء، خاصة عندنا رئيس الوزراء اللي هو الموظف التنفيذي الأول، أن يسير لتنفيذ هذه الخطط، خطط الدولة. لكن للأسف رئيس الوزراء يجي يضع خطة خاصة به وفقراء. لا. كيف يمكن أن يؤثر تقلب أسعار النفط في جذب الاستثمارات أو في بيئة الاستثمارات الأجنبية في العراق أستاذ رشيد؟ هل تؤثر سلبا لربما أو إيجابا أو بالتأكيد أسعار النفط تؤثر تأثير كبير جدا، لأنه احنا موازنتنا تعتمد، أنا عندي تقرير مال اللجنة المالية للأسف تعتمد على النفط فقط يعني. طبعا هذا حقيقة، فشيء مؤلم جدا يعني. فالحجم الموازنة المعتمدة على الإيرادات النفطية 87% تقرير سنة 22، يعني الموازنة 22 اللي هو التقرير طلع 23 اللجنة المالية يقول اعتمادات العراق على الإيرادات النفطية 87% و13% غير النفطية. وهذا حقيقة يعني له أثر كبير جدا في التأثير السلبي على الاستثمار. احنا عندنا موازنتين، موازنة استثمارية وموازنة تشغيلية. لما يكون أسعار النفط منخفضة ما حنستطيع أن نكمل الموازنة الاستثمارية. لماذا؟ لأنه احنا الموازنة التشغيلية شئنا أم أبينا يجب أن نخصص لها المبلغ اللي هي رواتب وأجور وفي زيادة، وهي في زيادة. عدد نفوس العراق سابقا احنا كنا نقول 30، لما صار التعداد طلع 45 ونص 46 مليون. احنا بقى عقدنا انه 30 وهذا ما يعني على الدولة يجب إعادة النظر بكل خططها استاذ. بكل تأكيد. وأأكد أن يكون هنالك خبراء غير منتمين إلى أحزاب، وحتى إذا كان خبير منتمي إلى حزب فيجب أن يكون منصف لخدمة بلاده. بكل تأكيد. وهذا الشيء السؤال الأخير أستاذ رشيد، الدور الأمني نعم. والاستقرار نعم. السياسي يؤثر على هذا الموضوع؟ تأثير الأول كبير ربما. جدا طبعا. هو لو ما أكو استقرار أمني ما كان أكو شركات واستثمارات تجيك، وما كان يعني أنا أعطيك وأكد على المؤشر أنه مؤشر الشركات الأمريكية اللي جت، لأنه اليوم كل دول العالم تنظر إلى الجانب الأمريكي. اليوم الجانب الأمريكي هو اللي يتحكم بالسياسة بالعراق، عندنا يتحكم بالوضع العراقي بلا شك من خلال الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية. وحتى يعلم المشاهد أنه الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية هي لا تعني فقط الجانب العسكري، اكو جوانب اخرى كثير، جانب الاستثمار، جانب التعاون الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي، الزراعه، الصناعه، في جانب التجاره. ولذلك نشوف انه السيد رئيس اتحاد الغرف التجاريه عقد اتفاق مع رئيس الغرف الامريكيه، فاذا ضمن الاتفاقيه الاطاريه الاستراتيجيه، وهذا حقيقه ما اعتقد انه سيعطي دفعا. لكن يبقى ايضا هذا سيعتمد على التطبيقات. اليوم المستثمر الاجنبي استاذ جاك لما يجي ويشوف اكو بعض الاحيان تضييق عليه جوانب بيروقراطيه والجانب التطبيقيه قد ينسحب في لحظه اخرى. بكل تاكيد. حقيقه معلومات قيمه جدا استاذ رشيد. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك، اخذنا من وقتك احنا في بالعكس برنامجنا اليوم. خدمتك وخدمه المجتمع. شكرا احنا لك. نريد نوضح للدوله ما نتمنى طبعا نتمنى انه هذه المعلومات تصل الى الجهات. وما اخفيك يعني انا الان دا الاحظ المؤثره الوضع الحالي. السيد رئيس الوزراء المحترم مهتم بالجانب الاقتصادي بصوره كبيره، بكل مهتم تاكيد. بالجانب التنموي حتى في مجال حوكمه، في مجال البنى التحتيه. يعني لم نشاهد احنا في الفترات الاخيره لربما في 20 سنه الماضيه البنى التحتيه لا زلنا نحتاج الكثير بكل تاكيد. هذا حقيقه تحدي كبير بكل جدا تاكيد. يعني للاستثمار. المرحله الاولى من المنجزات حقيقه مشكور دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. احنا في 20 سنة الأخيرة لم نشاهد حقيقة، هذا موضوع بصراحة نحكي، لم نشاهد يعني هذه المنجزات اللي هي. استاذ جاك حتى يعلم المشاهد احنا بالنسبة لنا تقييم، احنا ناس غير متحزبين يعني مستقلين، لكنه نقيم الأمور الجانب المهني. أنا سئلت كيف تقيم الأمور؟ أحد الأسئلة أنا أقيم الأمور للمسؤول باعتبار أمامي هو طالب. الطالب يدرس 10 مواد بالمدرسة، قد ينجح في 9 مواد وقد يكون أقل نجاحا في مادة أخرى. فإحنا اللي نلاحظه الآن بالنسبة للوضع الحالي كتقييم مهني
أنه هذه المشاريع جيدة جدا، لكن يجب على رئيس الوزراء التأكيد على السادة المسؤولين بملاحظة التطبيقات، وأيضا السيد المسؤول لا يكتب بعد، يعني هذه احنا حقيقة عبارة تجرحنا وأتألم منها كثير. حسب الضوابط، من يقول حسب الضوابط ترى بالمسؤولية وذهب برغبة الموظف. فرجائي للسادة المسؤولين، السادة الوزراء، المحافظين، مدراء عامين، مسؤولي، كل لا تكتب أخي، يعني أنا من تكتبها أنت رأسا ألاحظ أقول هذا قصور بالمعرفة، قصور في الأداء عندك، مع احترامي إلى مكانتك ومنزلتك، لكن هذا قصور أخي المسؤول. تدز على الموظف تتداول وياه وتكتب قرارك النهائي على المعاملة. شكرا جزيلا أستاذ. طبعا الوقت احنا داهمنا، ومعلومات قيمة جدا حقيقة. شكرا جزيلا.